اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. جايه لكم النهارده بحاجه ملهاش غير يوم ولا يومين في السوق وبتروح تاني، بنفضل نستناها من السنه للسنه، وهي الشطه الحمراء. دي دايما مش موجوده او مش متوفره في الاسواق، وليها موسم بس الموسم بتاعها قصير، يا دوب بتقعد 3 4 ايام وبترجع تختفي تاني. ايه رأيكم النهاردة نستغلها ونعمل بيها احلى هريسة شطة؟ بصراحة بتبقى صديقتي في التلاجة. جبنة، فول، طعمية، طواجن بقى عشان العيد، كل سنة وانتم طيبين. بتبقى في منتهى الجمال، بتدي تطعيمة حلوة قوي للأكل وسهلة في عمايلها، وكمان هتبقى موفرة معانا. انا امنية ودي قناتي، ولو دي اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكوا فيديوهاتي الجديدة. يلا بينا نبدأ ونعملها ونشوف ان هي مفيش اسهل منها، ومن النهاردة مش هنشتريها من بره تاني ابدا. اول حاجة هنا انا جهزت دول حوالي 2 كيلو من الشطة الحمراء. هنا الشطة دي بتكون حارة جدا، يعني لازم نخلي بالنا ونلبس جوانتي او اكتر من جوانتي لو الجوانتي بتاعنا رقيق، علشان الحرارة بتاعتها متوصلش للجلد، لان لا قدر الله بتعمل مشاكل كبيرة. انا جبت هنا الشطة غسلتها وصفتها، ما خليتش فيها اي مية، وكمان بدأت اقطعها بالسكينة لطرنشات كده. طب احنا لو مش عايزينها حر قوي، عايزينها الحرارة بتاعتها متوسطة، بنفتح الشطة كده بالنص زي ما احنا شايفين، وبشيل القلب بتاعها اللي كله البذور ديت، لان هي دي اكتر حاجة بتبقى فيها حرارة في الشطة. خلاص، بس انا عشان عايزاها حرة فجبتها وقطعتها بسلمها زي ما هي صحيحة، ما شلتش منها البذور بتاعتها. طبعا ممكن السكينة وارد ان هي تقطع الجوانتي بتاعنا، فاسلم طريقة هنا ان احنا نستخدم المقص. بنشيل العنقود بتاعها كده، وبالمقص بنبدأ نقطعها على 3 او على 4 حسب حجم الشطة اللي احنا جايبينها. زي ما قلت لكم دول كانوا حوالي 2 كيلو، هيعملوا معانا كمية حلوة جدا هتقعد معانا ان شاء الله من السنة للسنة. بعد ما قطعتها جبت كده الكبة وهبدأ افرمها، ولازم يكون الفرم بتاعها خشن علشان احنا لسه هنسبكها، فيفضل فيها القطع بتاعة الفلفل باينة. بصراحة بتدي منظر حلو قوي كمان في الاكل. شايفين انا عايزاها خشنة ازاي؟ ده كده خلاص. الفرمنا 2 كيلو كلهم في حل غويطة او مقلاية غويطة، سخنتها كويس جدا، وبعد كده هضيف حوالي نص كوباية من الزيت. والزيت هنا هو المادة الحافظة للهريسة بتاعتنا. نزلت بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، هديله تقلبتين كده، مش هخلي لونه يتغير، يا دوب ريحته تطلع، وهنزل بالهريسة اللي احنا فرمناها كلها اهو. هنا هعملها كأني بعامل طماطم هسبكها. لازم الهريسة بتاعتنا تتسبك كويس جدا، ونتخلص من اي مية فيها، علشان المية دي هتكون سبب ان الهريسة بتاعتنا طعمها يغير وما تصبرش معانا الفترة كلها. بعد كده ضفت حوالي 5 معالق صغيرين مليانين من الملح، وضفت معلقة كبيرة من السكر. السكر برضو تاني مادة حافظة استخدمناها النهاردة بعد الزيت. هقلب فيها كده وهخلي النار وسط لحد ما تقعد تشكشك كده مع بعضها. بعد ما هنسمع صوت المية فيها بتغلي، نفضل نقلب فيها من وقت للتاني لحد ما نلاقيش فيها ولا نقطة مية. هنعرف ازاي؟ هنشوف دلوقتي مع بعض اهو. من وقت للتاني لسه هنلاقيها بتطلع لسه فقاعات كده مية بتغلي، يبقى لسه كده الهريسة بتاعتنا نية وما سبكتش. ما ينفعش ابدا ان احنا نخزنها، لازم نتخلص من كل المية اللي فيها. هفضل اقلبها من وقت للتاني لحد ما تنطر الزيت بتاعها. مجرد ما تنطر الزيت بتاعها هعرف كده ان هي اتسبكت وما عادش فيها اي مية. ده خطوة مهمة علشان نقدر نحافظ عليها لأطول وقت ممكن. في ناس بتفرمها كده نية وبتحط عليها زيت وبتعينها في التلاجة او في الفريزر، بتبقى كويسة برضو، بس مدتها ما بتكونش طويلة في الحفظ، بتبوظ بسرعة ولونها وطعمها بيغيروا. خلاص كده سبكنا الهريسة بتاعتنا، شايفين ما فضلش فيها غير الزيت اللي احنا كنا حاطينه واخد اللون الاحمر الجميل كده. خلاص اتسبكت وبقت جاهزة. مش هاجي جنبها خالص الا لما تبرد تماما. مجرد ما تبرد هجهز البرطمانات الناشفة والنظيفة، وهحط في كل برطمان حوالي ربع كوباية من الزيت الأول في أرضية البرطمان،
وبعد كده هعبي الهريسة بتاعتي. وانا بعبيها لازم اضغطها كويس، انا مش عايزة اي فرصة ان يكون جواها هوا علشان ما يجرالهاش اي حاجة. خلاص انا عملت برطمان كبير وبرطمان صغير. الكبير ده انا بحب اعينه في الفريزر لحد ما اخلص. الصغير اللي انا بكون سايباه على باب التلاجة ما بيجرالوش اي حاجة. بعد كده هضغط عليها كويس عشان اطلع كل الهواء اللي فيها، وعلى الوش هحط شوية من الزيت كمادة حافظة، وهقفل البرطمانات بتاعتي. وكده بقت الهريسة جاهزة، ما اخدتش مننا اي حاجة. وب2 كيلو، يمكن الكيلو ب10 جنيه، يعني ب20 جنيه عملنا كمية كبيرة احسن مليون مرة من اللي احنا بنجيبها من بره. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. اسيبكم في امان الله، مع السلامة.